ضابين اليوم جولة مع الطيور داخل المحمية. عندك فراشة وعندك عرايس، أنواع الطيور الحمد لله. خاصة هذه الحلقة بالحمام، هذا بطريق، هذا موكي يسمونه، وذيك عروسة قلمين. هاي الجوزية، هاي عروسة قلمين. هذا رافع الصفر، هذا موكي أسود. هاي الطيرة متعلمة عليه خطية، متمرضته لحد الآن. أنا وكلها بيدي. هذا المرض يسمونه هزاز بس يطيب. هذا حتى هاي شوفها، هذا المرض يسمونه هزاز بس يطيب مرور الوقت وما يعدي. هذا إذا طاب الطير ما يعدي، يظل ما يعدي. هاي فراشة بس أنا هلستها جناحات ودين على مود دمها يتغير، دم ماي يتغير. وهاي عروسة نفس المرض، بس انت شنو لازم توكلها بيدك. خاصة هيك مرض الطيور لازم توكله بيدك حتى يعيد نشاطه، لأن ما يقدر ياكل. وتطيح حبوب إيراني، حبوب إيراني هسه أصور لك إياه. هذا ب20 حباية، يبيعونه تقريبا ب1000 دينار. هسه لحظة، هذا الحبوب الإيراني، هذا الوجه مالته 20 حباية بيه، ينباع ب1000 دينار بالسوق. هذا يعالج التهابات، يعالج الصولة. يوميا تعطيه حباية وحدة، لأن هذا المرض، مرض الهزاز يسمونه، هذا تقريبا يطول فترة، ما تعرف الفترة مالته. اكو بي 10 ايام، اكو بي شهر، اكو شهرين يطيب الا يطيب المرض الهزاز. وحسب متابعتك لهن، حسب متابعتك وعلفك. كل ما تعلف اليوم، يعني اليوم بيومه تعلف الطير، على مود مناعته ترتفع، مناعته تقوى. من ترتفع مناعة الطير يعني يسيطر على المرض، يتعدى هاي المرحلة. يعني باعتبار شلون الإنسان شوية شوية أول يحطوا له مغذيات يستلمونه، لما ما تعيد صحته إنه بيظل ياكل، أو البداية سوائل إنه بيظل ياكل طبيعي. هاي نفس الحالة، هم علفة باستمرار. عندي تقريبا 3 مصابات. هذا فحل فراشة همه، هاي العروسة وديك العروسة هم نفس الحالة، هم مصابة بهذا المرض. مرض هزاز يسمونه، مرض هزاز. بس الحمد لله، الحمد لله إذا ظل متابعتك لهن وتعلب بيهن ماكو مشكلة، تعدى هاي المرحلة، مرحلة المرض. اي الطيور بصورة عامة، بصورة عامة. بس الحمد لله أنا ما صورتكم فنادق ولا الجاوة ولا الغندورة. الطيور بصورة عامة لازم تعطيهن علاجات كل أسبوع، كل أسبوعين. تعطيهن حباية فلاجين من هاي 250، وكبسول هسه راح أصوركم إياه. كبسول قلنا حباية فلاجين وكبسول 250، كبسول 250. هذا الوجه مالته، وهذا الظهر مالته، هذا الظهر مالته كبسول. هذا كل اسبوعين مثل تقدر تعطيهن حباية فلاجين وحباية كبسول من هذا على لتر ماي، على لتر ماي. هاي يسمونه رافع مناعة، التهابات عامة، هواي يشتغل امور. عرفتوا؟ هذا يعني جميع الطيور مو بس الحمام، جميع الطيور مو بس الحمام يشتغل هذا العلاج. والحمد لله نشوف تحسن اكثر، لان هو اغلب الامراض تصيب الحمام هو الالتهابات. نشوف الطير اسهالات عنده، اسهالات مستمرة، يعني خروج ماله مائي. هذا باعتبار عنده شو اسمه، عنده التهابات داخلية. هذا يعالج هواي امراض، ويعالج ايضا
الرمد بالعين، عينها مثلا تصير حمراء كذا، هذا هم يعالجه هذا المرض. شوف هسه هاي هسه ما تقدر تاكل، تدور على اكل بس ما تقدر تاكل، لازم انت بعد تعلفها بيدك يدوي حتى تعيد نشاطها من جديد. هسه هذا بيه صولة بس يقدر ياكل، صولة مالته يعني نقدر نعالجها، بس شنو يراد وقت، مرور الوقت تقدر تعالج حتى تستطيع على هذا المرض. يعني ياخذ وقت، هو مجرد وقت. والله حل الشمس، والشمس ضرورية إلهن. أنا كنت حاطن بالقفص ما طلعهن، بس الشمس كلش ضرورية إلهن للطيور، تفيدهن الشمس مهمة لعظامهن، حركتهن، تغيير الجو مالتهن، يعني الشمس صورة عامة مهمة للطيور. إذا ما عندك شمس هم مشكلة. عندي هسه الحمد لله عندنا حمامات بالخانات، أصورك إياها. هذا عندك سكسوني بالخانة، خليه من السكسوني، حب الرمان يسمونه، بيضات بالخانة. آلات، هذا ستلايت آلات عند الخانة مخليه، يسمونه فوطة هاي يسمونه، يعني بس مو كاملة، نص فوطة هذا يسمونه. هذا كحلي، هذا كانت تسبح بالماي، هم بيضات، كحلي صابون يسمونه. ستلايت آلات، هاي التي عسلي بحل آلات نفس النوعية. يعني الطيور بصورة عامة يرادهن يعني اعتناء، تعب، اهتمام. شوف هسه هاي الطيرة قلت لكم ما تاكل، شوفها شوف شلون تسوي على الأكل، ما تقدر يعني، انت لازم توكلها. شوف شلون تعارك حتى تجي تاكل. لأن خايفة يعني، بعد ترار عندها براسها ما تقدر. بس تعيد نشاطها. يعني قلت لك انا اعطيها حباية من هذا الايراني، هذا هم يعدل الصولة مالته، واذا استمريت وياها بالاكل الطيب ترجع ما بيها مشكلة. عندي هواي حمامة صار هيجي والحمد لله تعالجين. هذا قلت لكم هم بي، بس شني يعني مسيطر على وضعيته، أعصابه زينة، تقريبا. هم فراشة ولا جوزي. هذا كان الزوج مالهن 400,000 إلى 500. جوزي فراشة جوزي، مربين يعرفونه. طيور حلوة ورادنا فراغ، بس يعني تربي بس لازم تتعب، وعلاجات تتابعهن، وتراوح الخروج مالتهن، خاصة تغيير الجو شوي يؤدي من الشتاء للصيف، من الصيف للشتاء شوي يؤدي. عرفتوا؟ هذا الفراش الأسود.
باشا اسود هذا يسمونه. حمام حلو بس يراد له شوية تعب في التربية. بس الآن إن شاء الله وصلنا إلى نهاية الحلقة. تحياتي لكم يوزر سي.